مساء الفل يا جماعة. في موضوع كده شائك الفترة دي عايزين نتكلم فيه، هو موضوع زيزو. الموضوع بتاع زيزو ده بوخ قوي يا جماعة. الراجل خلاص مشي من الزمالك، راح النادي الأهلي ببلاش عشان كمجلس إدارة الزمالك معرفش يجدد له ومعرفش يدفع له الفلوس. تمام. فيجي جمهور الزمالك متغاظ من زيزو، نشتمه بقى بعيلته وبأمه وبمراته وبأبوه وبخالته وبعمته ونقول له يا جعان ونهين أهله عشان مشي من الزمالك، صح؟ طب وده ينفع يا جماعة؟ ده يرضي ربنا بالله عليكم؟ ده يرضي حد اصلا؟ انت راضي كده على اهل بيتك؟ طيب راضي كده على اهل بيتك؟ انت ترضى اهل بيتك تعمل فيه كده؟ لما لعيب قدام كلها بتتشتم، بتتشتم وطالع راجل المفروض نجم كبير في نادي الزمالك، يا راجل ده انت علامه الصلاه في وشك قد كده يا راجل، طالع تقول ده جمهور الزمالك بيحييها عشان هي زملكاويه جدا. يرضي ربنا؟ ده تصريح؟ تصريح. خلاص يا جماعه، الراجل مشي، الراجل مشي. وعلى فكره جمهور الزمالك بيعمل الكلام دوت بمباركه من مجلس ادارته. جمهور الزمالك بيعمل الكلام دوت بمباركه من مجلس ادارته. حصل السنه اللي فاتت مع امام عاشور ومجلس الاداره طلع قال احنا ضد اي عقابات، وادي السنه دي بيحصل مع زيزو، ولو حسام عبد المجيد مش هيحصل معاه كده، ولو غيره مش هيحصل معاه. طول ما مجلس الاداره بيطبطب. مصطفى لعبه السنه اللي فاتت رفع ايده بالجمهور الاهلي باشاره خارجه وكلنا شفناها، مجلس الاداره حط صورته للماتش اللي بعدها تذاكر الماتش. ايه يا جماعه؟ ده نادي الزمالك نادي كبير قوي يا جماعه، نادي كبير، نادي لعب فيه حسن شحاته وطه بصري وابراهيم يوسف، ناس لعبت فيه نجوم، مسكوا ناس كبير. حرام اللي انتوا بتعملوه في نادي الزمالك ده. نادي يعني انت كمجلس اداره فاشل، فاشل، مش عارف تدير مستوى الكوره عندك، عمال تحضر الجمهور على الشتيمه. ده ينفع؟ ليه كده؟ ليه؟ ليه شتيمه وقله ادب وخوض في عرض الناس؟ ليه واحده قاعده في بيتها تسمع شتيمتها قدام مصر كلها وطالع تقول لي يا كابتن جمال انا انا شايفهم بيحيوها، ومجلس الاداره يقول لك احنا هنبعت دعوه لهدى الادريبي عشان الجمهور كان بيحييها؟ بتتحايل على القانون؟ انت بتتحايل على القانون عشان تحمي جمهور بدل ما تعمل عقاب رادع. جمهورك اللي بعد ماتش كسر استاد السويس ودخل اتخانق مع افراد الامن وضربهم، ليه يعني؟ ايه البلطجه دي؟ ايه؟ احنا في غابه ولا ايه؟ هو الزمالك هيفضل كده طول ما مجلس ادارته بيبارك اللي جمهوره بيعمله. وده كان اخر حاجه، شكرا. يا ريت ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب. سلام.